بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساء الخير عليكم يا أحلى متابعين. ولو أول مرة تشاهدوا قناتي ما تنسوش لايك شير سبسكرايب وفعلوا زر الجرس يوصلكم منه كل جديد. هتعملي لنا ايه يا ست أم أحمد النهارده؟ هعمل لكم زي ما انتم شايفين كده. بصوا أنا لاقية اليوتيوب كله بيتكلم عن الموضوع ده. بيقول لك بكوباية لبن واحدة هنعمل كيلو زبدة، واللي تقول لك بكوباية زيت واحدة هنعمل كيلو زبدة. فقلت يا ستي نجرب الموضوع ده واعمل وهنشوف الموضوع ده فعلا حقيقي ولا تهريج. فيلا سموا الله كده وصلوا على الرسول ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا حبايب قلبي. اول حاجه كده جبت كوبايه زبده نيوزيلندي او زبده فرن. انا بقى مستعمله هنا زبده فرن ومسيحاها بس ما ادحدهاش، يا دوبك فكت بس عشان مجمده. وهنا كمان معايا بنفس المعيار كوبايه لبن كامل الدسم بقشطته، وكوبايه زيت، ومعايا كمان معلقه من الليمون كبيره. تمام، عصير ليمون كبيره كده متصفيه. يلا كده نشوف هنعمل ايه. هنجيب كده شفشق الخلاط وهنزل كده اول حاجه بكوبايه الايه الزبده بتاعتنا. انا استخدمت زبده فيرني يا جماعه. إيه دي على قد ايدينا ومتوفره وموجوده عندنا خلاص. هنزل بالكوبايه كده. واهم حاجه المعيار بتاعك كله بنفس المعيار الكوبايه اللي هي 250 مللي. وكمان هنا كوبايه لبن حليب كامل الدسم، يعني هو من عند الفلاح كده بتجيبيه. ما تقشطوش وشه ولا حاجه، باللبن بتاعه بالقشطه بتاعته بكل حاجه. هنزل بهم الاتنين وهشغل الخلاط كده وهضربهم ضرب متقطع. زي ما انتوا شايفين كده، ما تضربيش على طول. احنا عايزين نضرب ضرب متقطع عشان انا عايزاها تجمد معايا وتلف معايا. خلاص حبيبتي، اهو بدأت تجمد او تلف معايا اهو في الشفشة اهو. هوريكم اهو زي ما انتوا شايفين كده. الضرب المتقطع ده مهم جدا. يعني ايه، شغلي واطفي شغلي واطفي اهي. بصوا بدأت تتماسك اهي واتكتلت معايا اهي خلاص. هوريكم كمان اهو. بصوا بقت بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. ما شاء الله خلاص اهي. جمدت اهي. طيب هنعمل ايه تاني بقى؟ همسك بقى كوباية الزيت دي وهنزل بها حبة حبة كده، يعني شوية شوية، يعني هحط شوية وهشغل الخلاط ادوبهم خالص، يعني الزيت كده يختفي. احط شوية تانيين. كل ما احط شوية اشغل الخلاط ايه ويختفي مني الزيت. تمام اهو. وكله على عينك اهو يا جماعة. إيه، احنا عايزين نشوف الموضوع ده فعلا إيه موفر ولا لا، والموضوع يعني يستاهل ولا ما يستاهلش. خلاص خليكم معايا لاخر الفيديو كده، وهنشوف كل حاجة وهنقول كل حاجة وكله على الطبيعة. إيه خلاص نزلت كده. هنزل بقى كمان هنا بعصير الليمونة الكبيرة اللي احنا مصفيينها، ما فيهاش تفل ما فيهاش بذر ما فيهاش اي حاجة. وهندي لها كمان ضربة. وهننزل كمان بمعلقة ملح صغيرة. خلاص كده مكوناتنا كلها خلصت، يعني احنا مكوناتنا كلها سهلة وبسيطة ما فيهاش حاجة خالص. وهنفضل نضرب فيهم بقى كويس كده. الخليط بتاعهم هيكون سايل. تمام. الخليط بتاعنا طبعا الزبدة الأول كانت اتجمدت معايا، ولما حطيت الزيت وشغلنا الخليط خلاص ناعم مع بعضه. وبقى معايا سايل شوية بس ما تخافيش خالص. هو ده القوام المطلوب اللي أنا عايزاه. هجيب بقى استرتش راب، وهجيب العلبة بتاعت المربعة كده عشان تديني شكل قالب الزبدة. او اي حاجه عندك. لو ما عندكيش حاجه مربعه حط في حاجه مدوره في حله اي حاجه. ما تقفيش، المهم افرشيها الاول استرتش راب. او ما فيش استرتش راب حطي كيس تلاجة افرديه وحطيه. ما فيش خالص ادهنيها زيت وحطيها عشان بس تسهل معاكي القالب اما تيجي تقلبيه. تمام. وكده هنزلنا بالخليط بتاعنا اللي انت شايفاه زي ما انت شايفه كده في قلب العلبه بتاعتنا. وهغطي عليها كويس. والمهم ان انا لازم اعمل الحركه دي اللي هي ايه، اخبطها كده على الرخامه. كم خبطه كده ليه؟ عشان لو في فقاعات او هواء داخل الخليط يخرج خالص ويبقى كله متجانس ومتماسك. تمام. هقفل عليها كده بالاسترتش بتاعنا قفله كويسه. وظبطي دنيتك كده. وهنقفل بقى عليها بالعلبة. خلاص. انا تاني بخبطها تاني اهو برضو عشان ايه اي فقاعات فيها او اي هواء موجود يخرج منها خالص. وهنقفل العلبة كده تماما. وهحطها بقى في التلاجة في الفريزر. حطها في الفريزر لمدة 24 ساعة. يعني هتطلعيها تاني يوم في نفس الميعاد اللي انت عاملة فيه. انا كنت عاملاها هنا الساعة 1 الظهر، فطلعتها هو تاني يوم الساعة 1 الظهر بعد 24 ساعة. خلاص يلا كده نفتحها كده قدامكم ونشوف الموضوع بقى زبدة ولا مش زبدة يا جماعة. خلاص اهو. قلبت القالب قدامكم. هنخلع بقى بسم الله ما شاء الله. بصوا الاسترتش بيخلع بكل سهولة خالص، بيطلع بكل سهولة ما شاء الله.
والقالب معانا تماسك خالص. الله، ده بقى شكله زبدة يا جدعان. ده بقى شكله زبدة خالص اهو، ما شاء الله. بصوا بقى كده، بصي بقى هقولك على حاجة عشان ايه ما تغلطيش غلطتي. إيه، اول ما تطلعي القالب على طول ما تقطعيش بالسكينة عشان بيبقى لسه ناشف، ومجرد ما تقطعي بالسكينة هتبص تلاقيها تتكسر منك. يعني عامة تتكسر او حاجة، احنا ما يهمناش التكسير، احنا كل اللي يهمنا الطعم والريحة. تمام، احنا بنعمل زبدة يا جماعة. فسيبي القالب دقيقتين 3 كده بعد ما يطلع من الفريزر، وبعد كده نجيب السكينة ونقطع عشان تطلع معايا ايه، تقطيع كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. خلاص. وهنمسك بقى ايه نقطعها كلها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. مش عايزة اقول لكم بصراحة هي عجبتني، والله العظيم عجبتني، وفعلا زي الزبدة اللي انا اشتريتها بالظبط الفيرن. مش هقول لكم زي الزبدة البلدي، لا طبعا خالص، هي مش زي الزبدة البلدي اللي احنا بنشتريها بتاعة الفلاحين. هي بتديكي طعم بالظبط زبدة فيرن يا جماعة اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت اهي، ونفس الشكل خالص ونفس الطعم. والله العظيم هي بصراحة جميلة. آه والموضوع حلو وفعلا موفرة وزادت، يعني ما شاء الله عملوا لي كده حوالي كيلو او كيلو زيادة، يعني بسم الله ما شاء الله يعني. هنبدأ بقى نقطعها مكعبات زي ما احنا بقى ايه، عارفين ان الزبدة لازم نقطعها مكعبات بالشكل ده. خليكم برضو معايا عشان احنا برضو هنختبرها وهنعملها قدامكم كده برضو، ونشوف برضو الموضوع يستاهل برضو ولا لا. قطعي، مش مشكلة تتكسر منك، احنا ما يهمناش التكسير او ما يهمناش الشكل قد ما يهمنا الطعم والريحة. خلاص احنا متفقين على كده. قطعي خلاص، قطعنا الزبدة بالشكل ده. مش عايزة اقول لكم هي شكلها جميل جدا، وملمسها حلو قوي، ودقتها كده برضو طعمها جميل. بصوا، بس اهم حاجة الزبدة انت تستخدميها كده في الطبيخ عادي جدا زي ما هي كده. طيب هنستخدمها بقى في الحلويات، يبقى لازم نسيحها ونعملها سمنة. تمام. لكن ما تستخدمهاش كده في الحلويات على طول، هتبوظ لك الحلويات بتاعتك سواء بقى كحك بسكوت بتفور اي حاجة. لازم تسيحيها زي ما احنا هنسيحها كده. ودي احنا اهو خدنا القطعتين وطلعنا بهم على النار، هنفضل نقلب فيهم كده، وهنسيحها ونخليها تبقى معانا سمنة. ما شاء الله على فكرة، لونها جميل جدا. والصفار بتاعها ده طبيعي، والله العظيم يا جماعة ده صفارها الطبيعي، الصفار بتاعها هي، لان احنا مستخدمين زبدة فرن، وزبدة فرن اساسا هي صفرة. ونسيت اقول لك كمان الزيت اللي انت تستخدميه فيها لازم يكون زيت حلو، يعني رايق كده ونضيف وملوش ريحة. تمام. يعني بلاش في الوصفة دي نستخدم زيت تموين. استخدمي اي زيت تاني، نوع تاني، بس ما يكونش التموين بصراحة. عشان ايه؟ الوصفة معانا او الزبدة بتاعتنا تبقى ريحتها معانا برضو كويسة. خلاص. اهو، وادي احنا بقى بنسيح فيها اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده على النار. وزي ما قلت لك كده حلويات يبقى نسيحها، خديها مني كده. عارفين الزبدة البقري حتى بتاع الفلاحين، لما تجيبها من عند الفلاحين برضو سيحيها، اعمليها سمنة. ليه؟ عشان لو استخدمتيها برضو كده في الحلويات، حصلت لي قبل كده خالص، جبت الزبدة من الفلاحين وعملت بقى كحك وبسكوت باظ مني. ليه؟ عشان بيبقى فيها لسه نسبة مية، والمفروض لازم نخرج نسبة المية دي. تمام. يبقى لازم تسيحيها وتعمليها سمنة زي ما انت شايفة كده بالشكل ده اهو. هي عماله اهي ما شاء الله، وما بتخسش خالص على فكره، ما بتخسش كتير، يعني دول 3 قطع اللي انا حطاهم قدامكم ما شاء الله. هيطلعوا لي يعني ما خسوش حاجه، يعني انا لقيتهم ما خسوش حاجه. حلوه قوي. هتعملي برضو فيها بيض، هتفقشي فيها بيض، حلوه شغاله ما شاء الله وجميله زي الفل. احسن من السمنه المهدرجه اللي احنا بنشتريها بره من المحلات على فكره. والسمنه بقت الكيلو فيها ما اعرفش معدي 60 جنيه. فلا هي جميلة جدا الموضوع ده، بجد جربوها هيعجبكم جدا جدا. ما شاء الله يعني. حلوة. انا بقول لكم يعني بصراحة هي عجبتني وشغالة وما شاء الله زي الفل. خلاص هي كده هنا السمنة اهي، خلاص احنا سيحناها خلاص او قدحناها، قدحنا الزبدة اهو خلاص خليناها سمنة. اصبروا بقى كمان، تعالوا كده. هندفع عليها النار، هنروح خدها بقى على طول ونروح فين. آه هفضيها قدامكم دلوقتي حالا. وهصفيها كده بالمصفى عشان نشيل منها اي رواسب او اي مرتة موجودة. خلاص انا رفعتها من على النار. وتعالوا بقى هنا كده جبت المصفى وهصفيها قدامكم برضو اهوت. ما شاء الله جميلة جدا على فكرة. جربوا بصراحة الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا جدا. شفتوا اهو،
وزي ما قلت لكم تاني ما تنسوش ان انتم لما تعملي حلويات بيها سيحيها الاول وقدحيها واعمليها سمنه، بتطلع معاكي وما بتهدرش ما شاء الله. دول 3 قطع اللي انا سيحتهم قدامكم اهو، على فكره سخنين جدا. انا هنا كنت بشمها ريحتها ما شاء الله جميله جدا. وكمان الوصفه فعلا عجبتني جدا، وجميله وفعلا موفره ما شاء الله، عملت فعلا كيلو زياده. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. وده الفيديو بتاعي كان معاكم النهارده، يا رب يكون عجبكم وكنت عند حسن ظنكم. يا احلى واغلى متابعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.